في عالم كله بيتولد ومعاه نجوم سحرية. في بنت اسمها فيشة اتولدت من غير نجوم، وده كان بالنسبة لها أسوأ حاجة ممكن تحصل لحد في العالم ده. أول ما أهلها اكتشفوا المصيبة دي رموها بره البيت كأنها مش بنتهم، وأصحابها اللي كانت بتلعب معاهم كل يوم بقى أول ناس يرموها بالطوب ويهينوها ويخلوها تجري بحياتها من غير ما تبص وراها، لحد ما في يوم قابلت حاجة غريبة جدا. سلايم صغير شفاف كان بيتحرك لوحده. البنت الغلبانة دي اللي الدنيا كلها اتضيرت وشها عنها ما سابتش الفرصة تفوتها، حضنته وسمته صورة، ومن هنا بدأت القصة اللي هتغير حياتها للأبد. كل حاجة بدأت لما كان في راجل بيقعد ينحت في قطعة خشب وهو مستمتع جدا بشغله، وفجأة سمع صوت عياط بيبي. قام جري وهو متحمس وداخل البيت بسرعة، لقى الخدامة مستنياه وهي بتبتسم وقالت له مبروك يا سيدي، مراتك ولدت وجابت لك بنت زي القمر. الراجل كان طاير من الفرحة وقعد جنب مراته اللي كانت بتبص للبنت الصغيرة بحب، وسألها هنسميها ايه؟ ابتسمت له وقالت له انت ابوها، انت اللي لازم تسميها. فضل الراجل يفكر لحظة وبعدها قال هنسميها فيشة. اول ما قال الاسم البيبي الصغير بدأ يضحك كأنها عجبها الاسم فعلا، وده خلى كل اللي في الغرفة يضحكوا معاها. عدى الوقت وكبرت فيشة شوية وبقت طفلة صغيرة بتجري حوالين البيت، ودايما بتحب تساعد ابوها في شغله. في يوم وهو كان شغال على بيتهم الجديد جات له فيشة وهي شايلة طبق اكل وقالت له بابا كل شوية علشان ما تتعبش. قعد معاها ومع اخوها الكبير وبدأوا ياكلوا سوا، لكن فيشة كالعادة كانت مستعجلة وخنقت نفسها بحتة عيش. ابوها بسرعة استخدم السحر بتاعه واخوها ضحك وقال لها كلي بالراحه يا فيشه، بس هي ضحكت وقالت له انا لسه صغيره وعاوز اكبر بسرعه فلازم اكل كتير. لما رجعوا البيت امها استقبلتهم بابتسامه وبدات تساعدهم في تحضير السفره، واخوها فضل يغيظها ويقول لها اتعلمي اي سحر بقى بدل ما تبقي كسلانه الوحيده في البيت، لكن امها دفعت عنها وقالت كل حاجه في وقتها مش لازم تستعجل. وفي ليله وهي قاعده بتلعب بلعبها قالت وهي مبسوطه عيد ميلادي قرب. ابوها ابتسم وقال لها وانا محضر لك هديه مميزه جدا. امها سالتها انت متحمسه لعيد ميلادك الخامس؟ قبل ما تلحق ترد حد خبط على الباب. امها راحت تفتح ولو ست عجوزه دخلت وهي بتبتسم. كانت السيده لوبا عرافه القريه. قالت لهم انا جايه ابارك لفيشه بعيد ميلادها. امها رحبت بيها ودخلتها، بس لوبا وهي قاعده افتكرت حاجه غريبه عن فيشه. افتكرت انها لما كانت عندها سنتين راحت زارتها واكتشفت حاجه خطيره. البنت دي عندها ذكريات من حياتها السابقه، حاجه زي دي كانت ممكن تسبب لها مشاكل كبيره لو حد عرف، فعشان كده حذرتها وقالت لها اوعي تقولي لاي حد انك فاكره حياتك اللي فاتت، ده هيجيب لك مشاكل كبيره. فيشه وعدتها انها مش هتقول لحد. رجعت العرافه للوقت الحاضر، وبعد ما خلصت خزعبلاتها لفيشه قالت لهم انا همشي دلوقتي. وهي خارجه بصت لفيشه بقلق كانها حاسه بحاجه مش كويسه هتحصل قريب. واخيرا جه اليوم المنتظر، يوم ما فيشه تمت 5 سنين كانت قاعده في الكنيسه مع اهلها مستنيه اللحظه اللي كل طفل بيستناها في العالم ده، اللحظه اللي هيكتشفوا فيها موهبتها السحريه. الكاهن واقف قدامها وقال لها دلوقتي هتحط ايدك في الميه. عملت زي ما قال لها، وبعدها رجعت خطوه لورا وهي مستنيه النتيجه. الكاهن بدا يقول تعويذ غريبه وظهر قدامه فقاعه ميه بيستخدمها علشان يقرأ الرسالة الزعيمية اللي بتقول موهبتها السحرية. ابتسم وقال بصوت عالي البنت دي عندها مهارة المروض، يعني تقدر تروض الوحوش. اهلها فرحوا لكن الفرحة دي ما طولتش. الكاهن بص تاني على الفقاعة علشان يشوف عدد النجوم اللي عندها، وفجأة ملامحه اتغيرت. وقف مذهول والكنيسة كلها بقت ساكتة. رجعوا البيت بس البيت ما كانش زي الأول. أبوها كان غاضب بطريقة مرعبة، مسك إزازة وبدأ يشرب وهو بيزعق وبيقول ازاي بنتي تبقى من غير نجوم؟ احنا عيلتنا كلها عندها نجوم، دي فضيحة. امها حاولت تهديه بس هو كان غاضب جدا لدرجه انه مسك لعبه من لعبها وكسرها، اللعبه اللي كان هو نفسه عاملها لها بايده. بص لامها بعيون مليانه غضب وقال لها انت متاكده انها بنتي اصلا؟ الجمله دي كسرت قلب امها وقعدت تعيط. فيشه جريت عليها تحاول تواسيها، لكن فجاه اخوها مسكها من ايدها بعنف وسحبها بعيد. كانت بتنادي على اختها الكبيره علشان تساعدها، لكن اختها بصت لها باشمئزاز كانها مش قادره تصدق ان ليها اخت ملهاش نجوم. كل حاجه في حياتها اتغيرت في اللحظه دي، واللي كان جحيم حقيقي لسه ما بداش. واخوها بكل برود رماها بره البيت وهو بيقول لها اختفي من حياتنا. بس العذاب ما خلصش عند كده. اول ما خرجت بره البيت الخبر انتشر في القريه وكل الناس عرفت ان رتبتها واطيه، فبداوا يشنعوا عليها بكلامهم القاسي. الاطفال بقى لا، وكانهم شافوا لعبه جديده، فضلوا يرموا عليها طوب وزلط لحد ما دمها سال منها غصب عنها وكان لازم تهرب. وهي بتجري شافت اهل القريه متجمعين حوالينها بعيون مليانه كره وحقد، ووقتها قلبها كان هيقف. هربت وهي بتسال نفسها انا عملت ايه لكل ده. وقفت لثواني بصت ناحيه القريه، حست ان دي مش بقت بيتها وانفجرت في عياط. فضلت ماشيه وسط الغابه لساعات رغم ان الدنيا كانت بتمطر بغزاره. ملابسها غرقت، جسمها بردان، بس ما فيش قدامها غير انها تكمل طريقها. وفي الاخر شافت كهف صغير، جريت عليه بسرعه علشان تحتمي من المطر، بس كان بردان قوي من جوه. حاولت تولع نار باستخدام سحر النار بتاعها بس فشلت في كل محاوله، ومع كتر المحاولات الفاشله الدنيا سودت في عينيها وفقدت وعيها. لما فاقت لقت ست عجوز قاعده
واحده جنبها كانت العرافه، وبعدها اديتها طبق شوربه علشان تاكل، وفيشا كانت جعانه لدرجه انها شربتها بسرعه. العرافه فضلت معاها وبدات تعملها زي بنتها، علمتها حاجات كتير عن العالم، ازاي تقرا وتكتب وازاي تعيش وتدافع عن نفسها. وفي يوم العجوزه خرجت بس ما رجعتش، وده خلى فيشا تقلق عليها. راحت تجري ناحيه القريه علشان تعرف اللي حصل، ووقتها قلبها وقع لما سمعت الناس بيتكلموا عن موت العرافه. ابوها كان هناك، وبدل ما يحس باي ذنب راح يقول لزعيم القريه البنت دي لازم تموت، دي ملعونه، هي السبب في موت الست العجوزه. الكلام ده وقع عليها زي السيف، كانت بتسمعهم وهي متخيله امها بتقول لها يا ريتك ما كنتيش اتولدتي اصلا. زعيم القريه جمع الناس كلها وقال لهم لازم نخلص من البنت دي، هي سبب كل المصايب. فيشا ما كانش قدامها غير انها تهرب، جريت بكل قوتها، وصلت لحته في الغابه حست انها امنه فيها. هناك بدات تجهز نفسها لاي خطر، حطت ادوات طبخ، شويه جرعات علاجيه، وبدات تستعد لحياه مليانه معاناه وكفاح، وقلبها كله حقد وجرح، وهي بتقول انا البنت المنبوذه، البنت اللي الكل رماها. وتاني يوم اكتشفت مكان اسمه مكب النفايات، وهناك بدات تدور على اي حاجه مفيده، وهي بتشد حاجه من هناك لقت نفسها مطلعه اسلحه كتير جدا، بس الغريب ولا حاجه منهم جرحتها. بصت جوه ابتسمت لاول مره من وقت طويل، كانت لقت هدوم جديده وجرعه علاجيه، واخيرا حست ان عندها فرصه جديده علشان تبدا حياتها من الاول. وهي بتحط الحاجات في الشنطه بتسمع صوت رجاله معديين، فبتوقف بسرعه وتحاول تسمع هما بيقولوا ايه. بتكتشف انهم بيأمروا السليمات انها تنظف الزباله، لكن فجاه بتسمعهم بيتكلموا عنها وبيقولوا انهم بيدوروا عليها. قلبها بيدق بسرعه وبتحاول تختبئ علشان ما يشوفوهاش، لكنها بتسمع حاجه تخوفها اكتر، في جايزه على راسها سواء كانت حيه او ميته. ساعتها عقلها بيولع، الراجل العمده ناوي يقتلني، مفيش تفكير، بتاخد بعضها وبتجري لحد ما تلاقي شجره كبيره فبتستخبى تحتها وبتقضي الليله هناك. تاني يوم وهي بتعدي من ميه راكده فجاه الهواء بيهب جامد، وشعرت انها تقع لكنها بتتظبط بالعافيه، لكن الصدمه انها تحس بحاجه بتتحرك على رجلها، ولما بتبص بتلاقي سلايمات صغيره بدات تلمسها، وفجاه العدد بيزيد ويزيد، سلايمات بدات تهجم عليها. هي بتجري باقصى سرعتها بس السلايمات مش بتسيبها، كل ما تجري اسرع كل ما يزيدوا اكتر، لكن وهي بتجري رجلها بتتزحلق، وفجاه بتلاقي نفسها بتتدحرج بسرعه على الارض، بتفضل تتقلب وتتشالب لحد ما تتشعلق على غصن شجره، لكنه ما بيستحملهاش وبيتكسر، فبتقع وتخبط جسمها جامد. بتتوجع بس بسرعه بتطلع زجاجه علاج من شنطتها تشربها وتلاقي جروحها بتتعالج. ولما تقوم وتبص حواليها بتشوف قدامها بحيره جميله جدا، الميه صافيه والجو حواليها هادي، والتعب اللي في جسمها بيخليها مش قادره تقاوم. بعد ما تستجم وتروق بتقعد تفكر وبتقول لازم اعيش حياتي بطريقتي، مش هخلي حد يقرر لي مصيري. بتاخد قرار جامد، بتقص شعرها وبتخليه قصير علشان يبقى شكلها شبه الاولاد، لانها عارفه ان السفر كبنت لوحدها خطر. بعد كده بتفتح شنطتها وبتلاقي شويه هدوم رجالي بتلبسها وتبص لنفسها في المرايه، شكلها الجديد مختلف تماما. من النهارده اسمها الجديد ايفي، اختارت الاسم ده لان نبات اللبلاب بيعيش وبيفضل ثابت حتى لو اتدعس عليه. وهي مكمله في طريقها فجاه بتسمع صوت غريب جاي من وسط العشب الاخضر، بتمشي بحذر وتشوف الحاجه صغيره مستخبيه وسط الورق، السلايم، لكن مش زي اي سلايم شافته قبل كده، ده صغير وضعيف جدا. بتفتح كتابها السحري علشان تعرف عنه اكتر، بتلاقي مكتوب انه اضعف نوع سلايم موجود. بتقول وهي بتبص عليه يعني انت اضعف واحد في نوعك زينا بقى. وهي بتفكر تسميه اسم، فجاه بتيجي ريحه قويه والسلايم الصغير بيقع من على الورق الاخضر، بيبص حواليه مش قادر يتحرك، ضعيف لدرجه انه مش قادر يرجع مكانه لوحده. بتبص في الكتاب تاني وبتلاقي مكتوب ان عمر السلايم ده مش بيكمل يوم واحد، يعني هيموت في اي لحظه. بتحس بالحزن عليه، وفجاه الريح بتشتد اكتر والسلايم بيطير بعيد في الهواء. ايفي بتتجنن وبتجري بكل سرعتها، بتمد ايدها وبتنقذه قبل ما يقع في الميه، وبتقول له حتى لو عمرك يوم واحد بس احنا هنفضل مع بعض لحد اخر لحظه. بتقرر انها تقعد جنبه وتحرسه طول الليل، فبتبدا تحكي له كل اللي حصل لها وكل حاجه عن حياتها، حتى انها بتحكي له عن ذكريات حياتها السابقه. بتفضل تحكي لحد ما تعبت ونامت جنبه. تاني يوم بتصحى وتدور حواليها على السلايم لكنه مش موجود، قلبها بيقع في رجلها، بتحس انه اختفى للابد. عيونها بتدمع وتحس بالوحده تاني، لكنها بتقول لنفسها مفيش حل غير ان اكمل طريقي. بتحاول تركز وتدور على الخريطه بتاعتها، لكن بمجرد ما بتفتحها بوم السلايم بيطلع فجاه من وسط الورق. بتحس بسعاده غامره وهي شايفاه حي، وده معناه ان الكتاب كان غلط وان السلايم ده مش هيموت بسرعه زي ما قالوا. بسرعه بتفتح الكتاب تاني وهي متحمسه تعرف ازاي تقدر تروضه وتخليه يبقى معاها للابد. هنا الرحله الحقيقيه بتبدا. ديلفي كانت ماشيه في الغابه وهي بتبص حواليها بحذر، ماسكه الكتاب في ايدها وبتقرا تعليمات كويس لحد ما قربت من السلايم الازرق ولمسته على راسه بحنيه. فجاه السلايم بدا يلمع، علامه ان الترويض بيتم بشكل صحيح. الكتاب كان بيقول ان اي سلايم مروض لازم يكون له اسم، وبما انه لونه ازرق ديلفي قررت تسميه صوره. وفجاه ظهر كريستال ازرق صغير على راس صوره، دليل على انه بقى مالكها رسميا. صوره فرح ونط ناحيتها وهي مسكته بحب ورفعته لفوق مبتسمه وهي بتقول له انت اول صديق ليا. اليوم اللي بعده ديلفي قررت تبدا
تبدا رحله جديده، فجهزت مصيده في الغابه وقدرت تمسك فار جبلي كبير بحرص شديد، نظفته ولفته في ورق شجر الموز علشان تحفظه، وبعدها حطيته في شنطتها وهي بتقول لسورا النهارده هنعمل حفله اكل. لكن قبل اي حاجه ديلفي فتحت الخريطه علشان تشوف الطريق للعاصمه الملكيه، لكنها ما لقيتهاش متعلمه عليها، فقررت تروح اولا لاقرب قريه علشان تدور هناك على خريطه احسن. فجاه هبت ريح قويه خدت سورا وطارت بيه بعيد، لكنها جريت بسرعه ومدت ايدها في اخر لحظه وقدرت تمسكه قبل ما يختفي وسط الاشجار. لكن وهي بتحاول تلتقط انفاسها سمعت صوت غريب. بسرعه حطت سورا في شنطتها وبدات تجري، وبعدها طلعت فوق شجر علشان تبص وتشوف مصدر الصوت. قلبها كان بيدق بسرعه لما شاف الجيش من النمل القاتل بيزحف في اتجاهها. وقفت مكانها من غير ما تتحرك، ولما النمل عدى بعيد عنها نزلت وهي بتتنفس الصعداء ولاحظت انه بقى اكبر شويه وكمان اتقل. لكنها ما لحقتش تفكر كتير لان فجاه حست بالم في ايديها. ايه ده؟ انا اتجرحت وانا بهرب. بصت في شنطتها بسرعه علشان تلاقي اي جرعه زرقاء تعالج الجرح، لكنها لاحظت ان معظمهم تاريخهم منتهي، فاضطرت تستخدمهم كلهم مع بعض. وبعد ما خلصت بصت حواليها وقالت واضح اني ضيعت جزء من الجرعات في الطريق. وهي بتكمل ماشيها شافت اعلان مطلوبين عليه صورتها، والمصيبه انه عليها مكافاه كبيره. قلبها وقع في رجلها، بسرعه قطعت الورقه وغمغمت وقالت انا مش فاشة بعد دلوقتي. لكن لما بصت حواليها لقيت ان صورتها معلقه في كذا مكان. فضلت تمزقهم واحد ورا التاني وهي مستعده انها تختفي لو لزم الامر. لما دخلت القريه كانت مندهشه من ان الناس بيستخدموا السحر في كل حاجه، حتى في الحاجات البسيطه. وهي بتمشي لمحت محل جزار وبدات تفكر تبيع له الفار الجبلي اللي اصطادته، لكنها ترددت علشان ما حدش يشك فيها. لكن قبل ما تاخد قرار صاحب المحل لمحها وسالها ايه مالك واقفه كده ليه بتوتر؟ ردت عليه وقالت له جيت ابيع لحمه. مسك اللحم وفحصه بعنايه، وبعدها قال وهو مبتسم ريحه اللحم طازه، عندي مهاره شم بالنجمتين، واداها 100 قطعه نقديه. وهو بيهزر وقال ها دول 100 مليون ديه. ديلفي بصت في الفلوس وهي متلخبطه، وبعدها راحت للمخبز علشان تشتري عيش لانها كانت جعانه جدا. الست صاحبه المخبز خرجت وسالتها عايزه ايه. ديلفي اختارت كام رغيف، ولما جه وقت الحساب مدت الفلوس وهي بتقول خدي 20 مليون ديه. الست ضحكت وقالت له انت ولد ظريف فعلا. بعد ما خلصت خرجت من المخبز وهي سعيده، قعدت فوق شجره مع سورا وبدات تقسم العيش وتاكل. لكن لما بصت لسورا لقيت انه مش عايز ياكل. تاني يوم قررت تدخل الغابه تاني علشان تصطاد، لكن فجاه لقت مكان كانه مكب نفايات، وهناك لمحت شويه جرعات شفاء بعضها منتهي الصلاحيه، فبدات تفرز الحاجات اللي تقدر تستخدمها. بينما سورا كان بيراقبها بدات تحط الجرعات الزرقاء جنبها، وفجاه سورا ابتلعهم. استغربت وقالت ايه ده؟ طيب جرب دي كمان، واديت له شويه مخلفات يتخلص منها لكنه رفض. بعدين حطت قدامه جرعه حمراء لكنه ما لمسهاش نهائي. بعد شويه رجعت السوق علشان تبيع فئران الجبل اللي اصطادتها، وبعدها اشترت عيش تاني. بعد يوم طويل استمتعت بالميه وهي بتلعب، وبعدها قعدت تاكل عيش وتدي سورا جرعات زرقاء. اليوم اللي بعده وهي بتمشي في القريه لاحظت شويه مغامرين شكلهم مشبوه، وفجاه فهمت انهم بيدوروا عليها. قلبها كان هيقف لكنها فضلت هاديه، واول ما قربوا منها سالوها هاتي شنطتك السحريه. فجاه جريت باقصى سرعه وسمعتهم بيقولوا ياه شكلنا خوفنا الولد المسكين. وهي بتهرب الجزار وقفها وسالها انت جبتي فئران جبل النهارده؟ بسرعه ردت وهي بتنهج وقالت له لا لسه. لكنها فجاه شافت اعلان المطلوبين بتاعها تاني. بسرعه جريت بعيد وهي بتصرخ وقالت له هجيلك بعدين. وصلت عند المخبز لقت صاحبه المحل مبتسمه وبتقول خبزتك المفضله جاهزه خدي. لكن لما رفعت عينيها شافت اعلان مطلوبين تاني. بدون اي تفكير جريت بعيد وهي مصدومه. وفي اخر اليوم قعدت فوق شجره وهي مخنوقه، حضنت سورا وهي بتعيط مش عارفه تعمل ايه بعد كل اللي حصل. وهي بتبص لسورا بحزن سالتها يا ترى في مكان ليا في الدنيا دي؟ تاني يوم وهم ماشيين في الغابه ديلفي كانت شارده بتفكر انها لازم تسيب القريه قريب لان صورها بقت في كل حته ولو حد شافها هتبقى في خطر. فجاه وقفت قدام طريقين، طلعت الخريطه تحاول تحدد انهي طريق الصح، لكن قبل ما تقرر سورا بدات تهتز. ديلفي بصت له بقلق وبعد لحظه عرفت السبب وسالته انت جعان؟ بصت لبطنها وابتسمت بمراره وقالت انا كمان يلا ندور على حاجه ناكلها. وهم ماشيين شويه كمان عين ديلفي وقعت على نهر، فقررت تملأ القاروره بتاعتها. وقبل ما تكمل لقيت شجره مليانه فاكهه شكلها لذيذ. بصت لسورا وقالت له جرب تاكل حاجه جديده، مش كل حاجه جيلاتين وكده يعني. لكن سورا كان شكله متردد كان خايف، وديلفي حست ان في حاجه غلط. وبعد لحظه فهمت ليه الشجره دي مش عاديه. فجاه افراحها تحركت وابتدت تبلع الناس وترميهم بعد ما تخلص عليهم. ديلفي تجمدت مكانها، قلبها وقع في رجلها، بس بسرعه مسكت سورا وجريت بكل قوتها. فضلت تجري من غير ما تبص ورا لحد ما وصلت لمكان امن وقفت تلهث. لكن اول ما بصت على ايديها لقت جرح عميق بينزف. الالم كان شديد والدنيا بدات تلف بيها. حاولت تدور في شنطتها على اي جرعه علاج لكن للاسف كانت خلصت. بصت لسورا وقالت لنفسها يا ترى سورا ممكن تاكلني؟ هي في الاخر وحش والوحوش بتاكل البشر. لكن قبل ما تفكر اكتر فقدت الوعي. تاني يوم سورا كانت نشيطه بتتنطط حواليها وتصدر اصوات غريبه. ديلفي بصت له باستغراب وقالت له انت بتصحيني؟ عامل لي فيها منبه. مسحت عينيها ونهضت وقالت يلا
نكمل رحلتنا. بس قبل ما يمشوا قعدوا يفطروا. ديلفي كانت بتاكل فاكهه وسورا كانت بتبلع جرعات العلاج زي الحلوى. فجاه ديلفي لاحظت حاجه غريبه، سورا بقى انشط واسرع. مسكته وقالت له انت بقى عندك طاقه زياده. سورا اتنطط بعيد وهو بيصدر صوت بوبو. وقبل ما يكملوا الرحله راحوا الاول لمكان بيترمموا فيه الحاجات القديمه، وديلفي فضلت تقلب في صندوق قديم وطلعت شويه هدوم كويسه، وبعدين لمحت شويه زجاجات جرعات. بصت لسورا وقالت له تعالى شوف لقيت لك ايه. قدمت له زجاجه زرقاء وسورا بلعها على في لحظه، لكن لما جربت تديه باقي الزجاجات سورا رفض يهز دماغه. ديلفي استغربت لكن قررت تمزج الزجاجات مع بعض وتشوف. اول ما شم سورا الريحه الجديده خطفها بسرعه وبلعها. ديلفي ضحكت وقالت له انت عندك ذوق في الاكل. بعدها كملوا طريقهم وسورا كان متحمس اكتر من اي وقت فات. وهما ماشيين ديلفي شافت شجيرات مليانه توت، جريت ناحيتها بسرعه وقالت اخيرا حاجه كويسه. حاولت تدي لسورا شويه بس اول ما قربت سورا عمل وش مقرف كانه بيقول ايه القرف ده. ديلفي قررت تقطف شويه علشان تاكلهم بعدين، ولما قعدوا يتعشوا سورا خلص حصته في ثانيه وبص لديلفي بعيون جعانه. انت وحش مفترس ولا ايه؟ لكنها ضحكت وادت له كمان. ولما خلصوا ديلفي شالت سورا قالت له ايه رايك نحكي حدوته قبل النوم كده مش هتفكر في الاكل. قعدت على فرع شجره وبدات تحكي. كل اللي معروف ان طفل من عالم تاني هيجي وهو الوحيد اللي يقدر يستخدم السحر ده. ديلفي وقفت لحظه وبصت لسورا، لقيته بدا يغمض عينيه ببطء. ابتسمت وقالت بصوت هادي ونام الامير الصغير، وحضنته بلطف وهي بتحس لاول مره من زمان انها مش لوحدها في العالم ده. الصبح بدري سورا كالعاده بيصحي ديلفي، تفتح الشنطه بتصرخ فيه وبتقول له انت كلت كل الاكسير يا ابني. بعدها بيطلعوا يصطادوا الفئران الجبليه تاني، بس وهم قريبين من الفخ بيلاقوا حاجه غريبه، مش فار، ده تعبان اتلقط بدل فار. ديلفي بتفكر وبتقول ممكن اتبيع التعبان ده برضه، بس اهو انا بكره الحاجات دي. وبرغم خوفها بتلم الشجاعه وبتطلع قماشه من الشنطه وبتمسك التعبان وبتربطه بحبل كويس علشان توديه السوق. وهم ماشيين ديلفي فجاه بتشم ريحه غريبه وسورا كمان بيحس بحاجه مش تمام. بيتحركوا ناحيه الريحه وبيلاقوا حصان نافق واقع على الارض، ولسه بتقرب اكتر بتكتشف مجموعه رجال مقتولين جنب الحصان، الدم في كل حته. المنظر مرعب. ديلفي بتتجمد من الخوف لكن غريزه النجاه بتتحرك جواها. بتاخد التعبان وتجري بكل قوتها. بتفضل تجري لحد ما توصل مكان بعيد وهناك بتلمح بلده قريبه. بتدخل المكان وبتلاقي لافته مكتوب عليها النقابه، فبتدخل على طول. الناس في الاستقبال بيبصوا لها مستغربين. واحد منهم بيسالها ايه اللي في الشنطه. لما بتقول ان معاها تعبان واحد منهم بيسخر منها ويقول لها روحي بيعيه في السوق، ده مش مكان لبيع الزواحف. لكن ديلفي بتشد نفسها وبتقول مش ده المهم، انا لقيت جثث ناس مقتولين في الطريق. موظف الاستقبال بيشدها ناحيته وبيسالها عن التفاصيل. وفجاه راجل من النقابه بيدخل بيسمع الكلام وبيقول فين المكان بالظبط. وبعد ما بتوصفه بيأمر فريق يخرج فورا علشان يشوف اللي حصل. بيقول لها لو كلامك طلع صح هيبقى ليكي مكافاه. بيكتب لها ورقه وبيقول لها ارجعي بعدين علشان تستلمي فلوسك. في السوق بتروح تبيع التعبان، والتاجر اول ما بيشوفه بيقول لها ده مش تعبان عادي ده نادر، وبيعرض عليها 3 جلات. بتفكر وبتقول 3 جلات زي 30 فار جبل. كانت فرحانه بالفلوس وبتقول لسورا يلا ناكل حاجه كويسه، وبتاخده ناحيه مكان مليان شنط سحريه مرميه. سورا بيلاقي اكسير ازرق وبياكله تاني. ديلفي بتفكر ازاي تشيل كل الشنط وتبدا تجرب تحط الشنط جوه بعض، وبتكتشف ان في شنط بتشيل شنط تانية وشنط مش بتشيل حاجه خالص. بعد شويه بتفهم النظام وتلم الشنط كلها. فجاه الفارس اللي من النقابه بيظهر قدامها وبيقول لها المعلومه اللي قلتيها كانت صحيحه، المغامرين اتقتلوا بواسطه وحوش وعشان كده بعتنا ناس اقوى يجيبوا حقهم. وبيقول لها روحي خدي مكافئتك. في النقابه بتطلع الورقه اللي اخدتها قبل كده وموظفه الاستقبال بتديها لوح فضي كمكافاه. ديلفي بتحسبها وبتكتشف انه يساوي 5 جلات يعني 50 فار جبل، وكمان بتاخد معاها قطعتين ذهب. ياه انا بقيت غنيه دلوقتي. وهي خارجه الناس بيضحكوا عليها. تبص لنفسها وتفهم السبب، شكلها بقى مضحك بسبب كميه الشنط اللي لابساها، بس ما يهمهاش، المهم انها كسبت فلوس كتير. بالليل الدنيا زحمه، الناس فرحانه وديلفي قاعده تاكل وجبتها بهدوء وبتدي شويه اكسير لسورا. بعد الاكل بتبص على الخريطه وبتقول سورا السفر معاك ممتع بجد. تاني يوم اول حاجه تكتشفها الفخ اللي نصبته باظ. بتتضايق وبتقول لو فضلت على الحال ده مش هعرف اجمع فلوس. وفجاه سورا بيتحرك ناحيه حاجه. ديلفي بتجري وراه لحد ما بيدخلوا وسط الشجر، وهناك بيلاقوا وحش سحري مجروح. ديلفي بتفتح كتابها بسرعه وبتكتشف انه على وشك الموت. بتقرب منه بحذر وبتقول اكيد خايف، انا كمان كنت خايفه لما كنت هموت. سورا بيتاثر وبيقفز على الوحش وبيبدا يعالجه. ديلفي بتندهش وهي شايفه الجروح بتختفي واحده واحده، ولما سورا بيخلص الوحش بيقرب منها فجاه. ديلفي بتتوتر لكنها بتتفاجئ انه بيديلها حنيه كانه بيشكرها. بتبتسم وبتمسحها على راسه وبتقول له انت لطيف قوي. وسورا كالعاده بيقول بو بو. وهم مكملين طريقهم في وسط الغابه. ديلفي بتفكر وبتبتسم وبتقول دلوقتي بقى عندي صديق جديد. بعد تفكير شويه قالت لازم على الاقل اديك اسم، وبعد لحظه تفكير قررت تسميه سيل. بعدها قدمت نفسها وقالت انا ديلفي، واستغربت
الصغير ده اسمه سورا. وهما بيكملوا طريقهم ايفي حس بوجود ناس قريبين، فبسرعه قالت لسورا خش جوه الشنطه، والسيل استخبى في الشجر ده، الدنيا بره مش امان. بعد شويه وصلت عند بوابه المدينه الجديده وبصت ناحيه الحارس اللي شكله كان مرعب بصراحه، وفجاه ظهر راجل معدي من جنبها وقال لها كده بسرعه يا ابني بلاش تلعب باعصاب الناس. سورا اتوتر لما شافه كأن في حاجه مش مظبوطه. الراجل كان خلاص داخل المدينه، لكن الحارس وقفه وقال له ايه سبب زيارتك لقريه لام؟ الراجل رد بكل هدوء وقال له صاحبي ساكن هنا، بس الحارس شك فيه لانه حتى مش عارف يقول اسم صاحبه. وفجاه الحارس زقه على الحيط وبالسكينه شق شنطته وكل اللي جواه وقع على الارض. كان في كيس صغير الحارس فتحه لقاه مليان خمور. مسك الراجل وقال له انت جاي تهرب خمور بطريقه غير قانونيه صح؟ في اللحظه دي جه حارس تاني وقال له ماشي هو مجرم بس ما تعملوش معاه بخشونه كده. وبعدها خدوه على زنزانه السجن. ديلفي كانت واقفه شايفه كل حاجه وقالت لسورا بصوت واطي انت حاسس انه كان شرير مش كده يا سورا؟ دلوقتي بقى الدور على ديلفي علشان تعدي من البوابه، لكنها كانت خايفه من الحارس ورغم كده مشيت ناحيته. لما وقفت قدامه بص لها بعيونه المرعبه وقال لها بحده انت منين؟ بس فجاه دبان وقف على كتفه وهي قالت له بارتباك في دبان على كتفك. الحارس قال لها شكرا. قبل ما تمشي سالها انت تبع اي عيله؟ ردت عليه بتوتر وقالت له انا من قريه لومي. الحارس قال لها سمعت ان الاوضاع هناك صعبه بس دلوقتي انت في لام وهنا الامور هتكون احسن. وبعدها سمح لها تدخل. اول ما دخلت وقفت مذهوله. المدينه كانت ضخمه بجد. جريت بسرعه على دكان الجزار وسالت الست اللي واقفه هناك هتشتري فئران الجبل؟ الست ردت وقالت لها بس خلي بالك من الوحوش اللي في الغابه. ديلفي اشترت حته لحمه صغيره ومشيت تفكر هتقعد فين. وهي ماشيه شافت مكان واسع مليان مغامرين، لكن الحارس اللي واقف هناك شكله كان يخوف، ومع ذلك خدت نفس عميق وراحت له. الحارس سالها عن حالها وبعدها قال لها تقدر تبات فين، واداها تصريح خشب للدخول. اول ما دخلت فردت حصيرتها ونامت عليها وبصت حواليها لقت ان كل الناس عندهم خيام، فقالت لسورا بحسره لو كان عندنا خيمه كنت طلعتك بره. بعدها قررت تروح السوق تشتري خيمه، وهي بتلف وتدور على حاجه تناسب ميزانيتها. فجاه الحارس اللي عند البوابه ظهر جنبها، قلبها كان هيقف من الرعب، كان شكلها خلاص هتعيط، لكن جه حارس تاني وقال له بلاش تخوف العيال بالشكل ده. الحارس قال لها انا اسمي اوجو. ردت عليه بتوتر وقالت له وانا ديلفي. اوجو قال لها خليني اساعدك تشتري خيمه كويسه. هي كانت متردده شويه لكن سورا طمنها وقال لها ما اعتقدش انه راجل وحش. دخلوا دكان راجل عجوز واوجو قال له معاك زبون عاوز حاجه تكون سعرها معقول وجودتها كويسه. ديلفي سالت الراجل العجوز هي الخيام اسعارها كام؟ معايا عمله فضه وميزانيتي 5 جيل. العجوز فتح عينه على وسعهم وقال لها انت قلتي كام؟ 5 جلود. الحارس سالها جبت الفلوس دي منين؟ ديلفي وضحت وقالت له انا حصلت عليهم مكافاه علشان بلغت عن ضحايا هجوم وحش. العجوز ناولها خيمه وقال لها دي احسن حاجه ب5 جلود صفقه حلوه. ديلفي خدت الخيمه وفرحت جدا بالصفقه الممتازه اللي عملتها. وبعد ما دفع الحساب الراجل بيقترح عليها انها تحط علامه على الخيمه علشان تميزها، فبتمسك القلم وبتكتب اسم سورا على القماش. العجوز اللي ادالها الخيمه بيبتسم وبيديها شنطه سحريه كهديه، وهي خارجه من المحل بتشكر الحارس على مساعدته، فبيردوا عليها وبيقولوا لها نشوفك تاني يا ديلفي. بعدها بتروح على المكان اللي هتقيم فيه الخيمه وبتبدا في نصبها بكل حماس، وبعد ما تخلص بتقف تتفرج عليها بفرحه وبتدخل جوه. بتقفل الستائر وبتطلع سورا من شنطتها. سورا بيشوف الخيمه وبيفضل ينط من السعاده، فبتضحك ايفي وبتقول له دي بقت بيتنا الجديد. سورا بينط على حجرها فديلفي بتحضنه وبتقول له ايه رايك نحتفل؟ يلا نروح منطقه النفايات نجيب جرعات سحريه. واول ما بتخرج من الخيمه بيظهر مجموعه مغامرين قدامها بيبصوا لها بنظره وحشه، واحد منهم بيقول لها انت حراميه الخيمه دي بتاعتي. الراجل بيبدا يتهمها بالسرقه لكنها بترد عليه بغضب وبتقول له انا ما سرقتش حاجه، لكنه بيمسكها من دراعها وست ستات بتبدا تهينها بالكلام. بيفتحوا شنطتها ولما بيشوفوا سورا بيندهشوا لانهم عمرهم ما شافوا كائن زيها قبل كده. ديلفي حاولت تجري لكن فجاه بيظهر قدامها راجل ضخم زي الجبل بيمسكها من هدومها وبيرفعها لفوق وهي على وشك تعيط، لكن فجاه بيظهر حارس من بعيد وبيزعق فيهم وبيقول لهم سيبوا الولد في حاله والا هتتسجنوا. الراجل الضخم بيتجاهله لكن الحارس بيتدخل وبيفك ايفي من قبضته وبيقول بصوت حاسم الخيمه دي ملك للولد ده. الراجل المعترض بيصرخ وبيقول مستحيل الولد ده يقدر يشتري خيمه بالجوده دي. الحارس بيرد عليه بغضب وبيقول له اوجو هو اللي ساعده يشتريها، وبعدين انت متاكد انها مسروقه ولا انت بتكذب؟ الراجل بيتهته وبيتلخبط وبعدين بيقول يمكن يكون في حاجه غلط، لكنه بيحاول يهرب. بس الحارس بينادي بقى الحراس وبيقول لهم امسكوا العصابه دي. في ثانيه الحراس بينقض عليهم وبيقبضوا عليهم وبياخدوهم السجن. بعد ما الوضع بيهدى الحارس بيسال ديفي انت كويسه؟ فبتهز راسها بالشكر. الحارس بيطلع جرعه علاج جديده ويديها لها وبيقول لها خدي دي هديه اعتذار عن اللي حصل معاكي. ديلفي بتبص على الزجاجه بفرحه وبتقول له شكرا. في الليل ديلفي بتقعد مع سورا وبتقول لها اشربي بقى على قد ما تقدري واملي بطنك، لكن وهي بتاكل بتلاحظ ان سورا مش بتاكل معاها. بترفع الحاجب وتبص لها باستغراب فبتلاقيها عماله تبص على جرعه العلاج الجديده كانها عايزه تاكلها. ديلفي بتضحك وبتقول لها يا بنتي دي للعلاج مش للاكل. تاني يوم الصبح بتصحى ديلفي بحماس وبتقول يلا يا سورا هنخرج نصطاد النهارده. اول ما بتخرج بتعدي على الحراس اللي بقوا كلهم يعرفوها وكل واحد
بيقف يسلم عليها ويعرض عليها مساعده او هديه، فبتبص لهم باستغراب وبتفضل تسال نفسها هم كلهم يعرفوني منين. في الغابه بتوصل ديلفي للمكان اللي حطت فيه الفخاخ بتاعتها، لكنها بتلاقيهم متدمرين تاني. بتتنهد بحسره وبتقول لسورا بالشكل ده مش هنصطاد حاجه ابدا. وفجاه بتسمع صوت حركه وراها وبتبص تلاقي سيل واقف هناك ومعاه ارنبين. ديلفي بتندهش وبتساله انت جايبهم ليه؟ بيهز راسه وبيقول لها ايوه دول ليكي. ديلفي بتبص له بامتنان وبتجري تحضنه وهي فرحانه وبتقول له شكرا يا سيل. بعدين بتاخد الارانب وبتقول يلا نبدا نحضرهم بسرعه لسه طازه. بينما هي بتشتغل سيل بيقعد يلعب مع سورا لحد ما هما الاتنين بيناموا من التعب. ولما بتخلص شغلها بتلاقي سورا وسيل نايمين جنب بعض، فبتضحك وبتقول يلا يا سورا قوم. سورا بيتشقلب وبينزل يتدحرج ناحيتها وسيل بيبتسم ويدعبها وبعدين يختفي في الاشجار. في طريق الرجوع سورا وهي ماشيه بتخبط في غصن وبتقع على وشها، فبتقوم تفرك وشها وتكمل. لما بيوصلوا السوق بيروحوا للجزار. الست بتشوف الارانب وبتقول اللحم ده طازه قوي، شكلك اصطادتيهم بايدك من غير فخاخ. ديلفي بتبتسم والست بتديها فلوس وبتقول لها بالمستوى ده اي وقت تحب تبيعي تعالي عندي. وهي ماشيه الحراس بيقفوا يتكلموا معاها تاني، بص حواليها بخوف وبتستخبى لحد ما بيظهر فيو بيسالها مالك مستخبيه كده. بتحكي له اللي حصل فبيضحك وبيقول لها ده بسبب اوتو، هو اللي قال لكل الحراس يراقبوكي ويساعدوكي. ديلفي بتبتسم وبتخجل شويه وبعدها بتودع فيو وبتمشي. بعد شويه بتلمح محل فواكه فبتجري عليه بحماس، ولما بتبص على الرفوف بتلاقي فاكهه زيرو بتاعت قريتها لومي لكنها غاليه جدا. بتسال البائع ليه سعرها عالي كده، فبيقول لها السنه دي المحصول كان قليل جدا فبقت نادره. بعدين بيسالها انت من قريه لومي؟ بتهز راسها وبتقول ايوه لكني هربت من هناك. البائع بيتنهد وبيحكي لها ان زمان كان في ست عجوزه اسمها اندر وكانت بتعرف تتوقع ميعاد الحصاد بدقه، وكانت السبب في ان القريه تعيش حياه كويسه. لكن لما مرضت شيخ القريه رفض يديها العلاج فماتت، وهو بقى عامل فيها ضحيه وبيقعد يقول للناس ان في بنت اسمها فيشة ملعونه وانها السبب في كل المصايب اللي بتحصل. في الوقت ده ديلفي بتتنرفز وبتقول ان لومي دلوقتي داخله على ازمه ماليه، فبيقول لها ايوه وانت سبت القريه بسبب كده؟ فردت عليه بكل برود وبتقول له ايوه سبتها. ساعتها الراجل بيطلع لها فاكهه زيرو كانه بيديها كنز وبيقول لها اكيد انت بتمري بظروف صعبه، خدي دي يمكن ترفع من معنوياتك شويه. ديلفي اخدت الفاكهه وهي مش مستوعبه الموقف تماما، وبعد ما رجعت للخيمه بتاعتها قعدت تفكر في اهلها وفي حالهم دلوقتي، هل هم كويسين ولا الدنيا اتشقلبت عليهم. في نفس الوقت سورا كان حاسس بالذنب فقعد جنبها وقال لها بو بو بطريقه حزينه. ديلفي بصت له وقالت له ايه يا سورا انا مش فاهمه انت بتقول ايه. بعدين بصت للفاكهه في ايدها وحست براحه غريبه وقالت المكان ده بقى زي بيتي. افتكر الكلام العجوز اللي قالت لها زمان لو سافرت للعاصمه او المدن المجاوره هتلاقي ناس طيبين تقدري تثقي فيهم. الكلام ده فضلت تفكر فيه لحد ما نامت. تاني يوم الصبح صحيت وهي في قمه النشاط وبدات تسلم على الناس بحماس وتحضر نفسها علشان تطلع للصيد. وهي ماشيه في الغابه حطت فخ وقالت يلا نروح للمكان اللي بيرموا فيه المخلفات يمكن نلاقي جرعه كويسه ليك يا سورا. بس وهي في السكه حست بحركه غريبه حواليها وقتها خلت سورا يستخبى في ظهرها بسرعه، وفجاه ناس اشرار ظهروا قدامها وقالوا احنا جايين ناخد حقنا بس قبل كده هاتي الكائن النادر اللي معاكي. ديلفي وقفت بتحدي وقالت ما اقدرش سورا ده صاحبي. الراجل اتعصب وقال هاتيه والا هكسر لك عظامك. ديلفي خافت وبدات تجري باقصى سرعه لكن الراجل كان بيجري وراها. في اللحظه المناسبه قطعت الحبل بتاع الفخ فوقع فيه بكل سهوله. الراجل قطع الحبل بسرعه. ديلفي كانت بتجري بس الست طلعت قدامها فجاه وقالت لها فاكره انك هتهربي، والراجل مسكها وقال لها هاتي السلام وخلاص. لكن فجاه ظهر وحش ضخم قدامهم وظهر بصوت مرعب. الست اول ما شافته وقعت مغمى عليها من الخضه. الراجل اول ما شاف المنظر جاب جازه وجري على طول بس الوحش لحقه ونط عليه وبعد لحظه مسكه ورماه على الست اللي كانت واقعه في الارض. ديلفي بصت لهم وهم فاقدين الوعي وبعدها بصت لسورا وقالت له انت كويس؟ سورا رد وقال لها بو بو. وفجاه سمعت صوت حد جاي فطلبت من الوحش انه يستخبى بسرعه. طلعوا اوغا وفيرا وسالوا ديلفي انت كويسه؟ ردت عليهم وقالت لهم ايوه الحمد لله وحكيت لهم كل اللي حصل. بعد شويه كانت قاعده مع اوكتا وهو بيقول لها الناس اللي حاولوا يؤذوك اتحبسوا دلوقتي. ديلفي ابتسمت وقالت له شكرا. اوكتا كمل كلامه وقال لها دول طلعوا حراميه مطلوبين فانت ليكي مكافاه 5000 جيلد. ديلفي ما صدقتش ودخلت في حاله حسابيه معقده في دماغها وهي بتحسب يا نهار ابيض ده يساوي كام فار في السوق. اوكتا ضحك وقال لها بس خلي بالك المبلغ ده كبير مش هيكون امان معاكي، انصحك تفتحي حساب في نقابه التجاره. وبعدها بنشوف ديلفي وهي واقفه في النقابه مع اوكتا. الموظفه شرحت لها الخطوات وقالت لها تحط صباعها على الابره علشان يطلع نقطه دم وبكده الحساب بقى جاهز. الموظف بص في بياناتها وقال لها انت عندك 9 سنين. ردت وقالت له ايوه. وبعد كده دخلت اوضه مخصوصه وحطت الفلوس على صينيه وظهر الراجل استلم الفلوس منها وبارك لها على الحساب الجديد واداها بطاقه. بعد ما خرجت بصت للبطاقه وقالت تمام يلا نتحرك. فيرا ظهرت فجاه وزعقت في اوكتا لانه سابها من غير ما يقول لها. وهم ماشيين اوكتا
قال ديلفي هعزمك على الاكل النهارده. ديلفي استغربت وقالت في بالها هو ليه الناس دول طيبين معاه كده؟ فيرا سالها في حاجه غلط؟ ردت وقالت له لا بس انا جعانه. اوكتا مسك ايدها وراح بيها عند محل اكل وقعدها على ترابيزه. اللي شغاله هناك بصت لهم وقالت دي بنتك السريه ولا ايه؟ اوكتا رد بكل ثقه وقال ايوه، مش شايفاها كيوت ازاي؟ بعدها الاكل بدا ينزل على الترابيزه. ديلفي شافت الاطباق اللذيذه اللي قدامها وعيونها بقت زي قلوب اوكتا. طلب نفس الاكل اللي باقي الناس بياكلوه، قال لها انا طلبت كتير كل براحتك. ديلفي ضاقت الاكل وقالت وهي مبسوطه ده لذيذ جدا. فيرا سالتها عندك مهارات ايه يا ديلفي؟ ردت وقالت لها ترويض الكائنات. ولما سالوها عن مستواها في الترويض وشها اتغير وبقت حزينه. اوكتا حس بيها وربط على راسها بلطف وقال مش كل الناس اللي عندهم مهارات كتير بيكونوا مهمين. فيرا ضافت وقالت بالظبط، مش بالكلام، بالمواقف اللي بتثبت نفسك فيها. وفي ناس معاهم نجمه واحده بس وبيعملوا شغل جامد وبيتحسدوا عليه، فما تحبطش يا معلم. هم فاكرين ان ديلفي عندها نجمه واحده بس وبعدها بيلوحوا ليها مع السلامه. وديلفي في دماغها بتقول انا ما عنديش ولا نجمه اصلا. تاني يوم الصبح ديلفي بتقول لهم هكمل رحلتي على القصر الملكي. اوكتا بيرد عليها وبيقول لها لما تروحي هناك قولي اسمي بس وهيساعدوك. بتودعهم وبتلوح بايديها. واوكتا بيقول لها ارجعي لينا في يوم من الايام، احنا هنستناك. وهي ماشيه فيرا بتقول لاوكتا انا حققت في موضوع ديلفي وطلع انها بنت متنكره في هيئه ولد. اوكتا بيتعجب وبيقول ليه بتعمل كده؟ فيرا بترد عليه وبتقول له يمكن تقول لك بنفسها في يوم من الايام. في المشهد اللي بعده بنشوف صوره بتجري في الغابه بسرعه الصاروخ وديلفي وراها بتلهث وبتقول له اهدى شويه يا شيخ استنى عليا. فجاه بيقفوا. ديلفي بتاخد نفسها وبتشرب شويه ميه وبتبص لصوره وبتقول له انت مليان طاقه مش طبيعيه. وبعدها بتاخد بالها ان شكل صوره اتغير بعد ما كل من جروح سيلو اتطور. بس قبل ما تلحق تفكر اكتر صوره فجاه بيركز على حاجه في مكان تاني وبيجري ناحيته. ديلفي بتجري وراه وبصت قدامها واتصدمت لما شافت مساحه كبيره فاضيه كانها كانت ارض معركه. دماغها حصل فيها ايرور وبدات تخاف انه يرجع يطاردها تاني. وفجاه سمعت صوت طالع من الشجيرات، حاجه طلعت منها وديلفي قلبها وقع في رجليها من الرعب. بس صوره ابتسم وقال بوبو. ديلفي بصت كويس واتاري سيل، جريت عليه وحضنته بحماس. وصوره كمان كان فرحان جدا بيه. في الليل جنب النار ديلفي كانت بتاكل لحمه والاكل عجبها جدا. قعدت تدمع وهي بتقول حاجه لذيذه قوي. شكرت سيل وقالت له احنا قدرنا نصطاد ارانب كتير بفضلك. وبعدها بصت على صوره وقالت له انت بتاكل كتير برضه. صوره بقى ياكل كل الامدادات اللي معاهم بدون رحمه. الصبح لما راحت تشوف الفخاخ اللي حطتها كلهم طلعوا فاضيين مفيش ولا فار. قعدت تتحسر على حظها العاثر وقالت يا لهوي النحس متشعلق فيا. بس قالت خلاص في لحمه باقيه هستخدمها للفطار. لكن وهي بتتكلم حست بحركه غريبه، حاجه غامضه كانت بتقرب منها. قلبها بدا يدق بسرعه. خدت صوره وجريت باقصى سرعه ممكنه وهي بتقول يا نهار اسود الاحساس ده غريب قوي كانه بيمرضني. بس الحاجه دي فضلت تجري وراها لحد ما وصلت لحافه ما فيهاش طريق تكمل عليه. بصت وراها ولقيت ان الكائن ده شكله شبه بني ادم مش وحش. في اللحظه دي بصت تحت لقيت سيل اللي اطلق زئير قوي هز المكان. فجاه الكائن الغريب ده اختفى تماما. ديلفي كانت مش مصدقه اللي حصل وسالت نفسها يا ترى ايه ده؟ بعد كده وهم بيكملوا طريقهم وسط الجبال الوعره ديلفي كانت قاعده على ظهر سيل بالراحه وقالت ده مريح قوي صح يا صوره. وشكرت سيل لكنها لسه دماغها مشغوله بالاحساس المرعب اللي حست بيه قبل كده. فجاه سيل وقف مره واحده وبقى عدواني. ديلفي سالته في ايه وفجاه شافت غول ضخم داخل عليهم. سيل مسكهم ودسهم وراه بذيله مستعد يحميهم. ولما الغول قرب سيل هجم عليه وعضه. الاتنين وقعوا جوه الميه. ديلفي اتصدمت وصرخت وقالت له سيل. بس المصيبه الاكبر ان الغيلان التانيين بداوا يقربوا منها. قعدت تجري بكل قوتها وهم وراها لحد ما وصلت لمنطقه فيها فزاعات معلقه في كل حته. المكان كان شكله مرعب بس مفيش وقت للخوف. الغيلان كانوا خلاص على وشك يوصلوا لها. وهنا حصلت الكارثه. وهي بتجري دست على فخشبه ضخمه نزلت وربطتها من رجليها ورفعتها في الهواء. اتصدمت وصرخت وقالت ايه اللي بيحصل؟ وفي اللحظه دي الغول تحتها نط ناحيتها علشان يهجم عليها. بس قبل ما يلمسها ضوء قوي فجاه ظهر. كره ناريه عملاقه نزلت من السماء حرقت الغول تماما. فجاه ظهر شاب في المكان وكان بيستخدم النيران في كل حته. وصرخ وقال دي ضربه النهايه عاصفه النار الهجوميه. سمى نفسه لير وهو متحمس قوي. لكنه فجاه لاحظ ان في طفل متعلق في الفخ ومحاصر وسط النيران. في اللحظه الحاسمه لير جري باقصى سرعه علشان ينقذ الطفل. بس قبل ما يلحق حد تاني ظهر رامي سهام محترف. اطلق سهم دقيق جدا وكسر الحبل اللي كانت ديلفي متعلقه فيه. ديلفي وقعت من الفخ لكن لير كان جاهز. مسكها في اللحظه الاخيره وقال لحقناها في اخر لحظه لكن لسه الخطر ما خلصش. غول تاني كان على وشك يهجم عليهم. وفي ثانيه حاجه ضخمه خبطت الغول ده بعيد. ولما ديلفي بصت لقت وحوش ضخمه من السلايمات. لير كان مش مستوعب وبص على صاحبه السلايمات دي
الناس اللي كانوا لسه بيتحاربوا مع العفاريت كانوا بيجروا علشان يخلصوا عليهم بالسيوف. العفريت اتدمر. بعدين سالوه اذا كان هو كويس، رد وقال احنا تمام. لكن فجاه ظهر عفريت تاني من وراهم علشان يهاجمهم، لكن سهام القناص عبرت جسمه وسقط العفريت مغمى عليه. اسمه كان شيل. وقال حسنا كل العفاريت اتدمرت. ديلفي كانت بتراقبهم بعيون فضوليه. بعدين هم قالوا لديلفي انهم فرقه المكافحه المرسله علشان يطهروا المكان من الوحوش. هي ردت وقالت يعني الفخ ده كان مخصص لعفريت. واحد منهم سالها وقال لها انت مش تعبانه؟ فردت وقالت لا انا تمام. بعدين القائد سيوك عرف نفسه وبقيه الفريق عرفوا نفسهم ليها. ولما سمعت ده ديلفي قالت اسمها وشكرتهم على انقاذها. هم كملوا رحلتهم وشيل سالها انت هنا بتعملي ايه؟ قالت له انا في طريق الاوتاوا. سيوك قال ممكن تسافري معانا لو حب. هي قالت له بجد. ولما قربوا من معسكرهم القائد وراها مكانهم اللي هيمكثوا فيه. ديلفي قالت ده مكان رائع. بعدين شافت شيل وكانت فرحانه انه بخير، لكن بعدها خافت انه لو حد شافه هيتعرض للصيد. بدات تشاور له علشان يروح في الاتجاه ده ويختبئ. شيل بص لها لحظه وبعدها بدا يروح لبعيد وقال لها يلا لازم نمشي من هنا. ديلفي جريت ناحيته وقالت له جايه دلوقتي. وصلوا للمعسكر وديلفي كانت مذهوله من ان في كتير من المغامرين هناك. القائد قال لها ده معسكرنا، ده خيمه سيف اللهب. ميلا قالت لهم وداعا. ديلفي ودعتهم وهي واقفه جنب لير. بعدها لير قال لها انه عنده مهمه طهي وبدا يبكي وقال انه مش عارف يطبخ كويس. هي سالته ازاي بتطبخ؟ قال لها انا بستخدم مهارات هجوم ثلاثيه النجوم، بشوي وبحمص وبحط ملح وفلفل. سالها لو هتساعده. هي ضحكت وقالت يلا نعملها سوا. بدات في تحضير لحم الارنب. حطت عليه شويه ملح كتوابل وقطعت شويه خضار وحمرت اللحم وبعدها غليته مع الخضار في الحله. وهي بتطبخ شرحت له الخطوات وقالت ده مذهل. ولما العشاء كان جاهز قالت له يا رب يعجبكم. كلهم بصوا للاكل وكانوا قلقانين، لكن بعد ما اخدوا اول قطمه قالوا واو ده لذيذ جدا. بداوا يمدحوها وهم بياكلوا. فجاه ميلا ظهرت وقالت ايه الرائحه الحلوه دي؟ لير قال لها انت جيتي في الوقت المثالي. هي جربت الاكل وقالت ده لذيذ جدا. ديلفي قالت فرحت انه عجبكم. شيل سال لير انت اللي خليتها تطبخ لوحدها؟ لير رد وقال لا هي ساعدتني. ديلفي قالت احنا عملناها مع بعض. لير قال انا عدلت درجه الحراره بشكل محترف. وبعدين اطلق النار في السماء كانها العاب ناريه. فجاه فكرت ديلفي في فكره وقالت لو كان عندنا انواع اكتر من المعادن. ميلا طلعت شويه المعادن وديلفي بدات تبص عليهم بحماس وقالت بالمعادن دي نقدر نعمل نيران اجمل. بعد كده ربطتهم مع بعض في قماش. في يوم من الايام كانت ديلفي قاعده مع المجموعه، وواحده من اللحظات الحلوه حصلت لما لير جاب شويه العاب ناريه واطلقهم في السماء بنار، وكلهم شافوا عرض ناري ملون رائع. الكل كان بيتفرج منبهر، حتى سيل كان قاعد على صخره بعيد عنهم بيستمتع بالعرض. بعد كده لير قرر ينظف الصحون وديلفي قالت له خلينا هنا، لكن الزعيم دخل وقال لها ديلفي روح ارتاحي احنا هنتصرف. ديلفي ردت وقالت لا انا عايزه اكون مفيده. فقال لها الزعيم طيب خلينا نعملها مع بعض. فوافقت ولير قال لها انت لذيذه جدا. وفي الليل ديلفي كانت بترتب شعر صورة وبتدي له شويه جرعات من الخلاصات. في اليوم اللي بعده ديلفي لقت صندوق مليان جرعات قديمه وهي بتاخد شويه علشان صورة. فجاه لقت نفسها بتشوف بعض السليمات. ميلا ظهرت وقالت لها هاي وطلبت من سليماتها يتخلصوا من الزباله. ديلفي سالتها لو كانت عندها فكره عن سليمات تحلل الاشياء، وميلا قالت ان ده نوع نادر لو لقيت واحد حي تقدر تبيعه بفلوس كتير. وفي اللحظه دي ديلفي حست بشيء غريب حواليها. ميلا سالتها اذا كان في حاجه غلط، لكن قبل ما ترد باقي الناس دخلوا مع صناديق زباله وقالوا احنا خلصنا التنظيف يلا نكمل رحلتنا. ديلفي اتشوقت علشان يروحوا المدينه الجديده اوا. ديلفي كانت شاويه شويه لحمه للجميع وقدمتها لهم وكلهم بداوا ياكلوا. بعدها قدمت لهم شويه شوربه لحمه والزعيم قال دي فعلا بتدفي الجسم. لير شرب وقال حر. فجاه ديلفي اتوترت لما شافت سيل قاعد على الحبل ومش عامل حاجه. في الوقت ده ميلا دخلت وقالت لهم يروحوا يقابلوا اخوها. ولما كانوا بيتكلموا ديلفي اتفاجئت وقالت انتوا شكلكم زي بعض. ميلا عرفتهم بنفسها وقالت احنا اسمنا جرين جيل. بعدها دخل اخوها اللي كان توام وقال لها انت عاقله يا صغيره. وديلفي ابتسمت. فجاه مجموعه من الرجال دخلوا وقالوا لهم يلا نمشي. ميلا ودعتهم وقالت لهم باي. ولير قال دي جماعه البارك مش في علاقات كويسه مع التوائم. في الليل داخل خيمتها ديلفي كانت بتدي صورة جرعات من الخلاصات، لكنها فجأة حست بشيء غريب تاني. طلبت من صورة يختبئ جوه حقيبتها وقفلت عليها. قبل ما تفتح عينيها حد ناداها. كان لير اللي جاي يطلب مساعدتها في تحضير الفطار. ساعتها شكت ان لير هو السبب في الاحساس ده، لكن صورة هز راسه وقال لها مفيش حاجة. ديلفي بدأت تفكر لو كانت تامر زي ميلا ممكن يكون عنده نفس القدرة. وفي اليوم اللي بعده وصلوا لمدينة اوال. كان في حارس طلب من ديلفي تعبئة البيانات، وبعد ما طلعت حجر الحساب بتاعها اتأكد من هويتها واعطاها التصريح. داخل المدينة كانت مليانة ناس وديلفي كانت مبهورة من حجم المدينة. لير قال يلا نلاقي مكان ننام فيه اولا. واثناء الليل اثناء العشاء الزعيم قال المدينة دي خطيرة. بورا قال ايوه في اطفال بيتخطفوا هنا. قائد الفريق كان متضايق علشان ما لقوش الخاطفين لحد دلوقتي، لكن بورا قال ديلفي كمان طفل لازم نحميها. ديلفي قالت لهم كنت هتعرض لهجوم كان في حاجة بتلاحقني. بعدين بدأوا يتكلموا عن مين ممكن يكون المسؤول. وشيل سأل ديلفي ايه رايك؟ قالت اظن ان مايلا، لكن ديلفي خافت تكشف الحقيقة وقالت لهم من فضلكم انسوا الكلام
الكلام ده، لكن بعدها وهي قاعده مع سورا بدات تفتكر كلام المراه العجوز عن انه لازم تثق في حلفائها لما يجي الوقت. وفي الصباح كلهم قرروا انه مايلا عندها جانب مظلم وانهم لازم يحققوا اكتر في سلوكها وسلوك اخواتها. سارة بتطلب من ديلفي انه سورا تطلع، وبعد ما طلع سورا قالت لها ديلفي ان سورا كان بيقول ان هو يقدر يحس بالاشخاص الاشرار. الكل اتفاجئ وكانوا مبسوطين جدا لما عرفوا انه عنده القدره دي، واحدهم قال ان ده شيء لطيف. ديلفي كانت فرحانه جدا وقالت ان سورا هو صديقها، بس بعدها ريكيل قرب من سورا وبدا يدلعها، فقالت ديلفي ان سورا لذيذ قوي، لكن سورا ما كانش فرحان بالحركات دي. فحصلت حاجه غريبه، ريكيل اخد سورا وبدا يضربه. في اللحظه دي ديلفي كانت بتقول يلا بينا نشوف لو السلايم ده يقدر يشوف الاكاذيب. ريكيل قال انا كاذب، وسورا بدات ترتجف. مالري جري على طول وتبعه تشيل علشان يلقنه درس. في الوقت ده ريكيل قال سورا فعلا سلايم مذهل، وديلفي ردت وقالت ايوه ده صديقي الغالي سورا. وفي المساء كلهم اتجمعوا علشان ياكلوا سوا ويتكلموا عن الطريقه اللي هيلقوا بيها الناس اللي وراء اختطاف ديلفي. ديلفي كانت حزينه جدا لما قالت صعب عليا ان ميلا ممكن تكون مشتركه في الموضوع ده، وبدات تشك في وجود تجار اخرين زي جرين جيل اللي ممكن يكونوا متعاونين مع المنظمه. ديلفي قالت انا مش متاكده من الموضوع ده، بس جرين جيل اتعين من قبل نوبل بعد ما عمل مهمه محدده، بينما الباقي ما فيش اي مكافاه ليهم رغم انهم عملوا نفس الجهد. فديلفي استنتجت ان النوبل دول ممكن يكونوا جزء من المنظمه دي اللي بتجرب تتاكد من وجود حلفاء جدد. الكل اتفقوا ان في تجار غير شرعيين بيشتغلوا مع المنظمه، وفجاه قالوا ان في ولد عنده 7 سنين لاحظ حاجات ما كانوش انتبهوا ليها. ديلفي قالت انا مش عندي 7 سنين، النهارده عيد ميلادي التاسع، وكلهم هتفوا وقالوا لها عيد ميلاد سعيد. ديلفي كانت متفاجئه وفرحت وقالت من زمان ما حدش تمنى لي عيد ميلاد. الليله دي الكل كانوا بيحتفلوا بعيد ميلادها، وبعدين قالوا لها ديلفي محتاجين مساعدتك في معرفه الخونه. فبكره الصبح وصلوا قدام جلد المغامرين، ولما دخلوا لقوا راجل قاعد وقال لهم انا روكفيلد، وبورال قال ان ده رئيس الجلد. ديلفي سلمت عليه وسالت سورا عن مدى امان الشخص ده، وسورا رد عليها بثقه وقال ان مفيش خطر. في اليوم التالي كلهم خرجوا علشان يفحصوا الحراس واجروا قال ده بيت التاجر اللي كان مقر المنظمه. ولما قربوا من الحراس سورا لاحظ ان في واحد اسمه مالولا فيه تهديد، فديلفي نبهت بورال على طول. وبعد يوم طويل من الفحص ديلفي كانت متعبه جدا، ولير قال لها انت عملتي شغل ممتاز. الكل كان متفاجئ لما اكتشفوا ان 38 من اصل 157 حارس كانوا خونه، وفجاه ظهروا نوبلين قالوا احنا ماشيين كده وحبينا نتاكد من الوضع. فديلفي شعرت ان في منهم ممكن يكون خاين. في نهايه اليوم الكل كانوا بيفكروا في الخونه، وقالوا ان ديلفي بفضلها قدروا يكتشفوا اعدائهم، وبعد شويه قدروا يحققوا في مكان كان سابقا مركز للمنظمه. ديلفي لاحظت حاجه غريبه لما لقى كتاب لمسوه كتير، وده كشف عن غرفه سريه. جوه الغرفه دي لقوا فلوس كتيره جدا، وده يدل على ان المنظمه كبيره جدا. بعدها قرروا يسيبوا المكان علشان ما يخلوش الخونه يعرفوا انهم اكتشفوا السر ده. بقالها فتره ما شافتهمش، فقررت تروح لهم وتدعي ديلفي علشان يكتشفوا المدينه سوا، وقالت لا تعالي نروح المحل الحلو المشهور هنا. ديلفي كان عندها شويه تردد لحد ما لام قطعتها وقالت انا كمان عايز اجي. بعد كده شفنا محل الفيلفو. النادل جاب حلوه لديلفي والمشهد كان جميل. الكل كان مندهش من طريقه التوأم في الاكل بسرعه وعايزين المزيد. لير قال لازم تاخدي وقتك وانت بتستمتعي بالحلويات. اخد قطمه وقال دلوقتي دي السعاده. مايلا سالت له بتستمتع؟ ديلفي ابتسمت وبصت على سورا اللي كان بيشعر بالرعب وقال الناس دي خطيره. فجاه لير قال لو حد اتعرض ليفي هوريكم شده شجاعتي. ديلفي كانت بتراقبه في صمت. في شخص قال هل ده هزار؟ مش هنقدر نتحدى واحد عنده نجمه 3. واحد تاني قال انا عندي مهاره دفاع نجمه 2 بس. مايلا وقفت وقالت بلاش شغب كده، لكن اخوها بدا يسخر منها وقال لها انت مش عارفه تسيطري على السلام اللي بتستخدميهم للتنظيف. ميلا شعرت بالاحراج وزعلت. ديلفي قالت لا انا شايفه ان ميلا رائعه لان العنايه بالنفايات شغل مهم علشان نحافظ على نظافه البيئه. ميلا شكرتها لكن اخوها رد وقال المهارات اللي بتعمل فلوس اهم من ترويض السلايم. ميلا كانت شارده وديلفي كانت مش فاهمه ايه اللي بيحصل. بعد كده مشوا مع بعض وديلفي قالت للير ان سورا كان بيقول انهم مش تمام. لير رد وقال طب والحلويات اللي اكلناها؟ ديلفي قالت كانت لذيذه. لير قال اخترت المحل ده علشان الناس هناك يعرفوني وكان مكان امن. ديلفي فهمت وقالت يعني علشان كده كنت عايز تروح الفيلفو؟ هو قال ايوه علشان كنت عايز اتجنب المكان اللي اقترحوه. ديلفي قالت حزين انهم مش كويسين. في المساء لير قال لهم كلهم قابلنا جرين جيل. الكل سالوهم جايين يخطفوا ديلفي. ديلفي ردت وقالت هم جايين يدعوني علشان اكمل معاهم مش يخطفوني. تشيل قال هم جايين علشان يبيعونا. زعيم المجموعه سال طب ليه هيخاطروا باختطاف ديلفي؟ واحد قال مستحيل لو عملوا كده هيشكوا فيها. ديلفي فكرت وقالت لو جرين جيل ده هم كمان مجرد فخ مش هيكون مشكله لو اكتشفناهم كتجار. الراجل الاصلع قال لكن التجار هيتحولوا لجرائم مطلوبين في كل انحاء البلد. ديلفي فكرت تاني وقالت طب لو المنظمه شايفانا كضحايا لتضحيه؟ لير قال ايه نعمل دلوقتي؟ ديلفي ردت وقالت عندي خطه وشرحت لهم كل حاجه. زعيم المجموعه قال اوكي دلوقتي ده وقتنا علشان نمسك الخونه. وفي اليوم التالي شفنا كل المغامرين واقفين قدام نقابه المغامرين. رئيس النقابه روج ليف قال جمعتكم هنا النهارده علشان اطلب منكم
منكم خدمه. دي ديلفي زي ما انتم عارفين حالات الاختطاف في المدينه بقت كتير، عايزكم تحموا ديلفي، بس في مشكله، ديلفي لازم تتعرف على وجوهكم علشان تعرف مين بيحميها، فلو سمحتوا قدموا نفسكم. وبعد شويه بيظهر الكابتن بورس بي وهو في حاله تفكير عميق، ونائب الكابتن بيقول له ايه في بالك، وبورس بي بيرد عليه وبيقول له انت بتتخيل حاجات. وبعدين بيضيف حاجه عن الطفله ديلفي، بيقول انها حاجه مميزه بسببها يقدروا يلاقوا الخونه. وفجاه بيحس ان في حد بينادي عليه، وبيكتشف ان ده شيال وفريقه جايين علشان يطلبوا منه ترتيب وحده خاصه لانهم اكتشفوا عرين وحوش في مغاره في الغابه. الكابتن بيرد بسرعه وبيقول تمام، خلوا اجروب يحدد الاعضاء للفريق الخاص. وبعدين بننتقل لمكان تاني، محل صغير واعضاء الفريق قاعدين هناك. ديلفي بتسال عن دانزو وال بيقول لها انه خطر، بينما ان بيقول ان دانزو هو احلى نوع حلوى وبيقول لها لازم تجربيه. بعدها بتطلب ديلفي من صاحب المحل انه يحضر دانزو للجميع، وصاحب المحل بيوافق. لكن فجاه ديلفي بتحس بحاجه مش مظبوطه. ديلفي بتحاول تتكلم مع ال اللي كان قاعد قريب منهم، وبتقول له ان في حاجه مش تمام. اثناء ده كله صاحب المحل بيكون بيجهز الحلوى، وفي نفس الوقت بيخبي سر تاني. ال بيقول لهم ان واحده كبيره من الحراس هتروح تقاتل مع الاورجز، وده هيسبب ضعف في حمايه البلده. وبعدها التوأم بيوافقوا يساعدوا في حمايه البلده، في حين صاحب المحل بيسكب لهم سم في الحلوى وهو بيبتسم، وبعدين بيقدم لهم الحلوى. هنا بتبدا الحركات المشبوهه. ال كان خايف انهم هياكلوا السم، فديلفي بتدي اشاره لإل علشان ما ياكلوش، ولكن بعد شويه بيتضح ان صاحب المحل كان جزء من المنظمه. ال بيواجههم وبيقول لهم انه عارف انهم خونه، وفجاه الكل بيستعد للقتال. ملما بيطلع خناجيره وتولتا بيطلع سيفه، وبعدين تبدا معركه عنيف. ال بيقدر يتفادى ضربات ملما وتولتا، لكن في لحظه ال بيضرب ملما بقبضه قويه وبيخليه على الحائط. لكن الحكايه مش بتنتهي هنا، تولتا بيحاول يهجم تاني وال بيوقفه وبيقول له انه يوقف القتال. ديلفي كانت خايف وال بيشاور لها علشان تبعد عن القتال، وفعلا الكل بيهجم على ال باستخدام حركات سريعه واسلحه، لكن ال بيحاربهم بشكل مهاري. وفي اللحظه دي ديلفي بتقول لإل انه يتوجه لمكان تاني علشان يوقف الخونه، وإل بيستخدم فرصه تانيه علشان يهزمهم بشكل سريع. وفي اللحظه دي بعد ما فازوا ميلا بتعتذر عن خيانتها، وديلفي بتشكرهم على المساعده. لكن قبل ما الامور تهدى إل بيقول لصديقه انه في حاجه اكبر بتحصل. بنرجع للقصر، في الحراس اللي واقفين في مكانهم، لكن فجاه بيجوا ناس من المنظمه يهاجموا، والحراس بيبداوا يقاتلوا معاهم. وفي نفس الوقت في واحد من الخونه بيقابل تراير وبيحاول يخطفهم ويدخلهم غرفه سريه. وبعدين نوبل اللي هو واحد من العملاء المزدوجين بيلاقي غرفه سريه وبيدخلها، وبيشوف قنبله نوم. وفي لحظه القنبله بتنفجر وبتبدا تنشر الغاز في كل مكان، والكل بيبقى مغمى عليه. في الخارج الكابتن بياخد الوحده الخاصه علشان يتعاملوا مع الاورجز، وجروب بيسالوا لو الجهاز اللي معاه امن للاستخدام، والكابتن بيرد عليه انه كله تمام. في الوقت ده الخونه اللي بيحاولوا الهجوم على الحراس ويدمروا البلده مستعدين يتحركوا، والكابتن بيديهم جهاز خاص للتعامل مع الوضع. الكل كان متوقع ان التجار هجموا، وفعلا التجار سحبوا الاسهم بتاعتهم علشان يهاجموا. القائد قال لاغروب استعد، وعند الهجوم اغروب تفادى السهم، والقائد فتح الشبكه وهم كلهم بداوا يتصارعوا. القائد صعقهم بالكهرباء علشان يوقفوا السحر بتاعهم. في اللحظه دي اغروب قفز من على ظهر القائد علشان يمسك التجار اللي جايين. في نفس الوقت القائد بدا يقاتل مع المغامرين الخائنين، واصحابه بداوا يضربوا فيهم، وبالورد ضرب واحد في راسه بعد ما مسك. والقائد قال مش هتقدروا تخدعونا تاني، واغروب صحقهم بالكهرباء اكتر. دلوقتي بنشوف القصر، والقائد قال احنا مسكنا كل الخونه، والزعيم شكر ديلفي لانها هي اللي اكتشفتهم. بالورد قال المدينه بقت امنه. واحد من النبلاء الخونه كان غاضب لانه تم اخده للسجن، وقال له محدش هيقدر ينقذك دلوقتي. في نفس الوقت الناس في المدينه كانوا غاضبين وعايزين يشوفوا الخونه. بالورد قال ده وحش، بس القائد جرى عليهم وقال خليكم هادين هياخدوا عقابهم. الناس ردوا وقالوا طلعوهم علشان نقتلهم. القائد قال لهم لو ماتوا هنا هيتحرروا، وانا اضمن لكم انهم هياخدوا عقاب شديد على اللي عملوه. ديلفي قالت القائد ده عظيم. لوس قال انا شايفك انت العظيمه يا ديلفي. ديلفي قالت نفسي ابقى زي القائد. في المشهد الجاي بنشوف القائد واغروب بيتكلموا مع ديلفي. القائد بيديها لسته باسماء الخونه اللي كانوا متورطين مع المنظمه، وديلفي بدات تبص عليها وقالت واو الليسته دي طويله قوي. بعد كده شافت مستند وقالت 150 ليره مكافاه ليك علشان تمسكي الخونه، ممكن توقعي هنا علشان تقبلي. ديلفي بدات تحسب ولقت المبلغ كبير قوي، بس في الاخر اخذت القلم ووقعت على الورقه. في اليوم التالي ديلفي كانت بتشيك على الافخاخ، لكن للاسف ما مسكتش ولا فار. في اللحظه دي ظهرت سيل، وديلفي فرحت بشوفته واحتضنته، وبعدين دخل في الشجر. في اللحظه دي الفئران والفخاخ اتحركت في اتجاه فخ ديلفي. ديلفي قالت سيل انت عملت ده علشاني، وضحكت. بعد كده في محل اللحمه صاحب المحل قال انت دايما بتجيبي لي لحمه طازه، وديلفي قالت هجيب اكتر، ورد وقال انت خليتي الشغل شغال يا بنتي، وادالها فلوس وقال شكرا. في المشهد الجاي بنشوف اطباق مليانه اكل والناس مبسوطه مع بعض في مطعم. ديلفي قاعده مع الناس على ترابيزه كبيره. ديلفي قالت نفسي اوريكم حاجه، وهي طلعت صوره وقالت هو ده اللي ساعدنا. مستر الجلد قال لها انت رجعتي السلام للمدينه. يومها صوره ابتسم وقال لديلفي انت فكرت تعيشي في البلد دي. الكابتن كمان قال ايوه عايزينك تفضلي معانا هنا. ديلفي كانت متاثره، وكل الناس كمان طلبوا منها انها تعيش معاهم. ديلفي
ديلفي كانت متفاجئه وسالتهم ممكن عايش هنا، وكلهم كانوا مستنيين اجابتها. ديلفي بصت لسورة وفكرت في كلمات الست العجوز اللي قالت لها لو لقيتي حد تثقي فيه قولي له عن نفسك. ساعتها ديلفي قالت في حاجه لازم اقولها، وبعدين مسكت في سورة وقالت انا مش عندي نجوم. الكل كان مستغرب. ديلفي كملت وقالت لما كنت في سن 5 سنين طلع ان مش عندي نجوم، وبعد كده طردوني من بيتي واصحابي رموا عليا حجاره. هربت من قريتي وانا متألمه لحد ما لقيت واحده طيبه تبنتني، لكن من الناحيه التانيه كان شيخ القريه بيقول للناس ان الاطفال اللي ما عندهمش نجوم بيجلبوا الشوق، فارسلوا ناس علشان يطردوني، وكل ده وانا هربانه وخايفه مش عارفه ههرب لحد امتى. ديلفي كانت حزينه جدا وهي بتتكلم، وكانت ماسكه صوره. الجميع كان بيسمع بتركيز وقالوا لها انت قويه جدا، واضاف واحد تاني وقال لها انت فعلا قويه. واحد تاني قال احنا هنا علشانك. دموع ديلفي بدات تنزل. ديلفي مسحت دموعها وقالت انا عايزه اكمل رحلتي، لحد دلوقتي كنت بهرب علشان حياتي، لكن لما قابلت الكابتن اوكتا هو ساعدني كتير من غير ما يسالني اسئله، وكل واحد فيكم ساعدني عكس الناس في قريتي او عائلتي. وفي اليوم التالي الكل اتجمع علشان يودعوا ديلفي. ديلفي قالت انا جاهزه امشي. لير سال مفيش حاجه ناسياها. كابتن قال مفيش كده تمام. ديلفي لفت وقالت شكرا على الحقائب السحريه، بقت اسهل حاجه اجيب معايا حاجات. الكل تمنوا ليها رحله سعيده. والكابتن قال لديلفي عملت بحث عن صوره، هو اضعف نوع من السلام اللي ممكن يتم ترويضه بواسطه اللي مش عندهم نجوم. هنا حصلت لحظه مفاجاه ليها لما اكتشفت حاجه عن نفسها. فجاه ديلفي فهمت انها جت الى الوجود علشان تلتقي بصوره، وقالوا لها ممكن ترجعي في اي وقت، وهي ودعتهم مبتسمه وكلهم شافوها وهي ماشيه بعيد. وفجاه ظهر شيل وقال ديلفي نجمه مش عندها نجوم لكن قدرت تروض اقوى وحش. شيل حب ديلفي جدا، وصوره كمان طلع سعيد وهو بره. وبعدين استمروا في رحلتهم مع بعض بسعاده. وبكده تكون انتهت قصتنا النهارده. فقبل ما ننهي قصتنا لا تنسوا الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا اللايك والشير والكومنت على الفيديو عشان ده اللي بيشجعنا استمر. ولو انت جديد في قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. اشوف وشكم على خير.